لا أحب الختام، أنزعج من كلمة ختام، وعندما أودع آخر شيء أعمالي أنزعج، لأنه الختام متعب. سوف لن تموت؟ لن أموت على الإطلاق، حتى وإن غادرت هذه الدنيا. 1000 سنة تكفيك؟ أبدا، أحتاج إلى أن أكون بعمر نوح وأكبر من عمر نوح، يعني أنا يومي لا يكفيني. هل ستكتب مسلسلا دراميا عن يوم القيامة؟ إن سمحت الظروف ويسمح العقل البشري العراقي بهذا، ليش لا؟ يعني ليش؟ إنه احنا باب القيامة يعني باب فضفاض وواسع، والولوج به خطر لأنه هناك تيارات تعصف بهذا المفهوم. ولكن الخلود مخيف. بس مطلوب، يعني الخلود يحلم به من قلقامش إلى الآن. الإنسان بالمناسبة ينجب أبناء من أجل أن يكون خالد، يبني بيت من أجل أن يكون خالد، يكنز الأشياء داخل الأرض من أجل أن يكون خالد، يكتب بيت شعر. مشكلة الإنسان هو مع الموت هو أن يكون خالد يعني. ولذلك إبليس عندما أغوى آدم قال له أنه أعطيك ملك لا يبلى، الخلود، يعني أن تخلد. يعني تفكر بالجنة والنار؟ كثيرا طبعا. يعني أعمالك راح تدخل الجنة ولا النار؟ الجنة. الجنة. الجنة.